إدارة نادي بيراميدز المصري تخصص مبلغا خياليا لأجل تجديد عقد الشيبي. بشكل مفاجئ ليفربول يدخل على الخط ويبدأ أولى الخطوات لأجل إقناع إدارة ريال مدريد ببيع المغربي براهيم دياز. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدينا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما. خصصت إدارة نادي بيراميدز المصري مبلغ $2 مليون على مدار موسمين بهدف تجديد عقد اللاعب المغربي الدولي محمد الشيبي، وذلك حسب ما أعلنته مصادر رياضية موثوقة، إذ أن هذا القرار جاء في إطار سعي الفريق المصري لتأمين بقاء اللاعب المغربي ضمن صفوفه لفترة أطول، خصوصا مع اقتراب انتهاء عقده الحالي في يونيو من عام 2026، أي مع نهاية الموسم الكروي المقبل. وقد كشف موقع يالا كورة المصري أن إدارة نادي بيراميدز ترغب في حسم هذا الملف بشكل مبكر لضمان بقاء محمد الشيبي في الفريق وتفادي أي مفاجآت قد تؤدي إلى رحيله قبل الوقت المحدد. فمن خلال هذا العرض يهدف النادي إلى الاحتفاظ باللاعب الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الكرواتي يورتشيتش الذي يعتمد عليه بشكل كبير في مباريات الفريق. ويذكر أن الشيبي البالغ من العمر 31 عاما يعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركزه في الدوري المصري الممتاز، حيث يتمتع بسمعة طيبة كلاعب ظهير أيمن، وله دور كبير في نجاح الفريق خلال المباريات الماضية. وهذا الأداء المتميز جعل من الشيبي عنصرا لا غنى عنها في تشكيلة بيراميدز، مما دفع إدارة النادي للتركيز على تجديد عقدها لضمان استمراره مع الفريق في المستقبل. وإلى جانب محمد الشيبي يسعى نادي بيراميدز أيضا لتجديد عقد لاعب آخر مهم في الفريق، وهو الدولي المغربي الآخر والد الكرتي الذي يشغل مركز متوسط الميدان، والذي ينتهي عقده والآخر في الصيف المقبل. ولهذا يعمل النادي المصري على التفاوض معها لتجديد عقدها، حيث يعد الكرتي من اللاعبين الذين يساهمون بشكل كبير في وسط ميدان الفريق، مما يعزز فرص بيراميدز في المنافسات المحلية والدولية. وبذلك يواصل نادي بيراميدز المصري جهوده لتثبيت لاعبيه الأساسيين ضمن صفوفه، مع التركيز على تجديد عقودهم لتأمين استقرار الفريق في المواسم القادمة. في خطوة جديدة على صعيد الانتقالات الشتوية المقبلة، دخل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في سباق التعاقد مع الدولي المغربي براهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني. ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، أبدى مدرب ليفربول آرون سلوت اهتماما كبيرا بالتعاقد مع دياز في فترة الانتقالات المقبلة، معتبرا إياها من أبرز اللاعبين الذين يسعى الفريق للحصول على خدماتهم لتعزيز صفوفه. وتأتي هذه الأخبار في وقت تشهد فيه سوق الانتقالات تحركات عديدة، حيث يتوقع أن يشهد الميركاتو الشتوي منافسة قوية بين الأندية الأوروبية الكبرى على ضم اللاعب المغربي. وأكدت المصادر الإعلامية أن إدارة ليفربول قد خصصت ميزانية تصل إلى 60 مليون يورو من أجل إتمام صفقة ضم براهيم دياز، الذي يعتبر من اللاعبين الذين يمكنهم تقديم إضافة كبيرة للفريق في النصف الثاني من البطولة الإنجليزية. وأضافت التقارير ذاتها أن ليفربول قد يعتمد على ورقة إقناع ريال مدريد بعدم إشراك دياز بشكل منتظم في التشكيلة الأساسية، مما قد يعزز فرص الفريق الإنجليزي في ضمه. ويركز ليفربول على أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية للمشاركة بشكل مستمر مع الفريق الملكي، وهو ما قد يدفعه للانتقال إلى ناد يضمن له وقتا أكبر في اللعب. وإلى جانب ليفربول كانت تقارير إعلامية أخرى قد أكدت أن نادي أرسنال الإنجليزي أيضا يرغب في التعاقد مع دياز، حيث يعكف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على تعزيز صفوف فريقه بلاعبين متميزين في الميركاتو الشتوي. كما أن فريق توتنهام هوتسبير هو الآخر يتابع اللاعب عن كثب في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوفه وقطع الطريق على الأندية الأخرى
التي تسعى للحصول على خدمات النجم المغربي. ومن جانب آخر لم يكن دياز غريبا عن الساحة الدولية، حيث مثل منتخب بلاده المغرب في 8 مباريات دولية، سجل خلال 7 أهداف، مما يعكس إمكانياته الكبيرة على الصعيد الهجومي. كما أن اللاعب شارك في 9 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا، وكان وراء تمريرتين حاسمتين. ويشار إلى أن عقد إبراهيم دياز مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، مما يجعل انتقاله إلى أي ناد آخر يتطلب تفاوضا مباشرا مع إدارة النادي الملكي. ويتضح أن إبراهيم دياز أصبح من اللاعبين الذين يشاهدون اهتماما كبيرا من أكبر الأندية الأوروبية، وهو ما يجعل مستقبله في الفترة المقبلة محط أنظار العديد من الفرق الكبرى التي تطمح في تعزيز صفوفها بنجوم جدد. هذا ويبدو أن إبراهيم دياز يعتبر من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية، فبفضل تألقه في المباريات التي شارك فيها مع الفريق الملكي جذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، كما أنه نظرا لمهاراته العالية وسرعته الكبيرة في المراوغة بالإضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، أصبح دياز لاعبا مهما في تشكيلة الفريق الملكي على الرغم من المنافسة القوية في خط الهجوم. وإلى جانب اهتمام الأندية الإنجليزية الكبيرة مثل ليفربول وأرسنال، فإن الأندية الأخرى في إسبانيا وأوروبا تواصل متابعة مستقبلهم، حيث تثير تقارير الحديث عن رغبة بعض الفرق الكبرى في الحصول على خدماتها خلال فترات الانتقالات القادمة، وذلك بناء على أدائه المتميز سواء مع ريال مدريد أو مع المنتخب المغربي، حيث كانت قد ظهرت تقارير عن رغبة إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ يصل إلى 70 مليون يورو. كما يتوقع أن يستمر الحديث حول انتقاله سواء على مستوى البيع أو الإعارة، إذا استمر في إثبات نفسه في البطولات الأوروبية والدولية. وبالتأكيد فإن أي قرار بشأن مستقبله سيعتمد على عدة عوامل، مثل موقفه في ريال مدريد وتوجهات المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يمكن أن يمنع انتقاله إلى نادي آخر، إضافة إلى العروض التي قد يتلقاها اللاعب. وصولكم ومشاهدينا الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير إلى اهتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة، لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها، ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم.